السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة بأمر الله الفطير بطريقة توريق جميلة جدا جدا. هخليه معاكي كده مورق وجميل وزي العسل. وكمان هعرفكم أفضل طريقة للتسوية. طبعا أنا عملته معاكم قبل كده، بس جاتنا عليه اسئله كتير فحبيت اعيده من الاول واعرفكم كل حاجه بامر الله. يعني النهارده بامر الله تخرجي من الفيديو استاذه بامر الله في الفطير، على فكره ينفع مشروع زي العسل. يلا بقى، لو اول مره تشوفوا قناتي انزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا لي لايك للفيديو. شايفين قد ايه مورق وجميل وزي العسل؟ تحفه. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو ونشوف عملنا الفطير الجميل ده ازاي. اول حاجه في المقادير معايا ميه عاديه خالص من الحنفيه. هنزل بمقدار كوبايه كوبايه يعني في البوله. احط عليها على طول معلقه كبيره من الملح وادوب الملح كويس جدا. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، مش هحط الملح على الدقيق، انا هدوب الملح في الميه. ليه بقى؟ علشان يعمل لي عرق كويس جدا في العجينه. هنزل بعد كده بالدقيق. الدقيق اللي قدامكم ده كيلو، هنزل بتلات ارباع الكيلو وهسيب الربع هفرد عليه. يعني ده تلات ارباع كيلو من الدقيق، والربع اللي باقي هفرد عليه الفطير. بعد كده هنزل بالميه حبه بحبه لحد ما العجينه تظبط معايا، لحد ما كل الدقيق يختفي. بس انزلي كده حبه قليلين بحبه قليلين علشان العجينه ما تسيلش قوي منك. احنا عجينه الفطير معانا ماسكه نفسها، ما هيش سايله قوي ولا تخينه قوي، ماسكه نفسها بامر الله. تشوفوا قوامها دلوقتي في الفيديو. الميه اللي انا بعجن بيها دي مش ميه مملحه ولا حاجه، يعني ميه كده من الحنفيه عاديه، مش حاطه فيها ملح ولا اي حاجه. انا حطيت مقدار الملح المناسب للعجينه في كوبايه الميه اللي دوبتها الاول. جربوا الفطير بالطريقه دي يا جماعه، والله العظيم اخف فطير ممكن تعملوه. مش مدهن كده لا خالص. احنا النهارده بامر الله هنعمله بطريقه دسم، هيبقى الدسم بتاعه قليل جدا جدا وهيبقى مورق معاكي وزي العسل بامر الله. هنا بعد ما العجينه اتلمت معايا بالشكل ده، هديها كده مسحه ميه خفيفه جدا، مسحه ميه بالشكل ده، وهغطيها واسيبها زي 5 دقايق. الخطوه دي بتسهل عليا كتير قوي قوي. شايفين هنا بعد 5 دقايق العرق اشتغل في قلب العجينة وبقت مطاطية بالشكل ده. ابتدي اعجن فيها كده، ولو احتاجت حبة مية اضيف لها حبة قليلين كده لحد ما تتظبط والقوام يتظبط معايا. زي ما قلت لك، خطوة انك تبلي العجين مية وتغطيه ده بيسهل عليك كتير جدا جدا. يعني مثلا لو انت بتعجني العجينة 10 دقايق هتعجنيها 5 بس. فالخطوة دي بصراحة يعني تحفة جدا. النهاردة الفطير معانا بدون عجن يا جماعة، ما تعبتش خالص في العجن بتاعه. طبعا انتوا عارفين عجينة الفطير لازم تتعجن علشان تربي العرق بتاعها كويس، عشان يبقى الفطير معايا ناجح. فالخطوة دي سهلت عليا جامد جدا جدا. وهنا خلاص العجينه اتظبطت وبقت ناعمه وجميله بالقوام ده. ده قوام عجينه الفطير المناسب. طبعا زي ما قلت لكم انا هفرده على الدقيق. فجبت حاجه كده صاج رشيت عليه الدقيق وابتدي اقطع حجم الفطيره اللي انا عايزاها. انا هقطع الكيلو الا ربع من الدقيق على 4 فطيرات بالشكل ده. طبعا لو بتحبي الفطير معاكي كبير ممكن تقطعيه على 3 أو 2، يعني براحتك خالص. انا حجم الفطير هنا كان معايا مناسب جدا. بعد كده هبتدي اساوي العجين بالشكل اللي قدامكم ده، اخلي الكرة كده ملساء معايا واحطها على الدقيق. بعد ما اخلص العجين معايا هرش على وشه دقيق وهغطيه واسيبه يرتاح معايا. اهم حاجة طبعا اسيبه يرتاح علشان يتفرد معايا بمنتهى السهولة وما يغلبنيش. كده خلاص هرش على الوش بقى دقيق وهغطيه علشان الوش ما يشققش معايا واسيبه يرتاح براحته زي تلت ساعة او نص ساعة على حسب يعني الوقت معاكي. هنا هسيب بقى الفطير يرتاح وهجهز اللي هورق بيه. دول 40 جنيه سمنه، جبت ب 40 جنيه سمنه. طبعا انا مش هاخدهم كلهم، هاخد نصهم يعني ب 20 جنيه سمنه بس. زي ما قلت لكم هنورق الفطير باقل ماده دهنيه، بحاجه كده بطريقه توريق بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش يعني سمنه كتير، وبيطلع زي الفل معايا في الاخر. شايفين هنا اخدت نص الكميه بالشكل ده، هسيحها على النار. هنا كان خلاص السمنه ساحت معايا وابتديت افرد الفطير. انا هفرده على دقيق زي ما قلت لكم، جبت رشه دقيق كده كريمه وحطيت عليها الفطيره. شايفين الفطيره مرتاحه ازاي؟ طبعا هتتفرد معايا بامر الله بمنتهى السهوله. رشه دقيق كده فوقيها وتحتيها وابتدي افرد بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. ركزوا شويه في موضوع الفرد، وبامر الله هو عايز ممارسه مش اكتر، وبامر الله تكوني استاذه فيه. شايفين قد ايه انا ايدي خفيفه جدا جدا على الفطيره، عامليها كانها بيبي كده بالشكل ده، ايدي خفيفه جدا. وبفرد من على الحروف مش من النص، ما تفرديش من النص عشان هتلزق في بعضها مش هتنفع خالص. شايفين بفرد ازاي؟ شايفين طريقه الفرد؟ اخر حته في الفطيره بتلاقيها كده على ايدي وارميها كده على النشابه وابدا بيها فرده جديده بالشكل ده.
شايفين يعني الفرد في منتهى السهوله، بسم الله ما شاء الله. مش بفرد من النص زي ما قلت لكم. ركزي بس على الحروف، على الحروف كده وبالراحه خالص بشويش، تعاملي معاها كانها بيبي. ولو حسيتي ان الفطيره بتلزق منك، رشي رشه دقيق خفيفه جدا. طبعا انا بفرد الدقيق تحت الفطيره قبل ما افرد بايدي كده، قبل ما افرد، علشان الدقيق اللي تحت الفطيره ده هيروح جوه الفطيره فهيخليها ما تلزقش في بعضها. طبعا خطوات الشغل واضحه اكتر من انا وبتكلم، يعني الشغل قدامكم واضح اكتر، فركزوا شويه في موضوع الفرد ده. هو الفطير اللي معايا فرد يعني، لو انت اتعلمتي الفرد خلاص طلع من ايدك فطير زي العسل بامر الله. طبعا احنا عملنا قبل كده فطير بطريقتين، طريقه الفرد دي بس كانت مش واضحه شويه فحبيت عدت الفيديو يعني من الاول. وعملنا طريقه تاني بدون توريق، عملناه كده بالزبده بدون توريق وكان زي العسل، فالطريقه الاسهل لك اعمليها. بس انا برجح الفكره دي اكتر، مش بتكون فيها دهون كتيره يعني، ولا زيت كتير ولا دهون كتيره زي ما نشوف كده. لا لا لا، يعني دي افضل بكتير بصراحه بالنسبه لي انا مش عارفه انتوا بالنسبه لكم ايه. كده فردتها كده، شايفين بسم الله ما شاء الله بعد ما وسعت معايا بالشكل ده. هشدها كده من على الحروف علشان الحروف بتكون معايا تخينه شويه. شدها كده من افردها كمان، اساعدها بايدي بالشكل ده. والله ما في اسهل من كده. شايفين الفطيره قد ايه رقيقه، هي واضحه بصراحه قدامكم، شفافه كده بسم الله ما شاء الله، يعني تحفه. يلا بقى، لو وصلتوا لحد هنا معايا من الفيديو حطوا لي لايك الجميل بتاعكم علشان هو اللي بيرفع الفيديو ده يا بنات. يا ريت طبعا لايك واشتراك جميل منكم. شايفين هنا الحروف بقت رقيقه جدا بالشكل ده. هجيب السمنه اللي انا سيحتها، طبعا مش سخنه خالص، هي سايحه بس مش سخنه. طبعا اي نوع سمنه عندك، يعني مش شرط اي نوع سمنه، بلدي بقى مش بلدي اي نوع. بس اهم حاجه لازم تنفضي الفطيره من الدقيق كويس جدا جدا، علشان الدقيق الزياده بيخليها تنشف معايا، تشرب السمنه كده وتنشف. احط السمنه كده على الفطيره وادهن كل حته في الفطيره، يعني ما انا اصح كل حته كده في الفطيره ادهنها سمنه، مسحه خفيفه جدا رقيقه جدا جدا، بس لازم كل حته في الفطيره علشان تطلع مورقه معايا وجميله. شايفين بالشكل ده. بعد كده هتني الطرف الاول كده على النص، وهجيب الطرف التاني عليه. طبعا الطرف التاني فيه سمنه فمش هحتاج سمنه. احط بقى على نص الفطيره اللي معاكي دي سمنه بالشكل ده، وهدي النص اللي فيه سمنه على النص الناشف بالشكل ده، وهكذا هدي النص الفطيره وهدي النص التاني عليها. شايفين بصراحه خطوه التوريق دي تحفه، مش بتاخد سمنه كتير خالص. والمها كده على بعضها واسيبها بقى ترتاح. طبعا الصينيه اللي هسيبها ترتاح فيها مسحها مسحه سمنه بالشكل ده، واحطها كده على وشها واسيبها بقى ترتاح، وافرد الفطيره التانيه بمنتهى السهوله، يعني في ثواني بتبقي عملتي كميه فطير حلوه بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه زي ما قلت لكم لازم الفطير عجينته ترتاح، لازم عجينه الفطير ترتاح علشان تتفرد معاكي بمنتهى السهوله بالشكل الموضح زي الشكل الموضح في الفيديو ده. وخطوات الفرد واضحه قدامكم جدا. طبعا ممكن تعملي كميه من الفطير وتخزنيه في الفريزر، بينفعك جدا جدا يعني في فطار او غدا كده، حاجه كده تحفه وسريعه. هتطلعيه كده من الفريزر تسيبيه فوق، بعد كده تسخنيه ويبقى جاهز على الاكل على طول. كده انجزتي وقت، وكمان عندك حاجه في الفريزر، يعني يعني حاجه كده تحفه والله العظيم. بس خلاص كده هفرد زي ما قلت لكم، اتلقى الحته الاخيره كده على ايدي وارميها كده على النشابه، وافرد على طول بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد ما فردتها كده هشدها شويه بس بايدي، الحروف بتبقى تخينه شويه زي ما قلت لكم، فهساعدها كده بايدي، هشدها كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هحط عليها السمنه وابتدي كده اطبقها بالشكل الموضح قدامكم في الفيديو. اهم حاجه انفض الدقيق زي ما قلت لكم، علشان الدقيق زياده بينشف الفطير معايا. السمنه كده بتشربه مش بتبقى حلوه خالص. اهم حاجه تنفضي الدقيق قبل ما تحط السمنه عليها. واحط السمنه كده وابتدي اوزع بالشكل ده. شايفين كميه قليله جدا جدا، بس افردها كويس على سطح الفطيره. وهاتني الطرف اليمين، بعد كده هاتني الطرف الشمال عليه، بس هنا احط حته سمنه كده علشان الطرف ده التاني اكتر يعني من اللي انا عايزاه. واحط بقى على نص الفطيره بالشكل ده نصها كده سمنه، واتنيه على النص الناشف اللي انا ما حطيتش عليه سمنه. وهكذا لحد ما اخلص الكميه. افرد كده اتني نصها، احط على نصها سمنه واتني على النص الناشف بالشكل ده. بعد كده هلمها على بعضها واحطها في صينيه بقى مدهونه مسحه سمنه، واسيبها ترتاح. طبعا الفطيره اللي حطيناها الاول طبعا ارتاحت وبقت جميله، بس انا مش هفردها دلوقتي، هوريها لكم دلوقتي مرتاحه وبقت زي الفل. شايفين هنا بتتفرد بمنتهى السهوله. طبعا انا هغطيهم هما الاثنين كده، احطهم على بعض واغطيهم واسيبهم لحد ما اخلص الكميه كلها اللي معايا.
هنا خلصت كل الكميه فرد. ابتدي افرد اول فطيرتين انا عملتهم. طبعا الفرن في الوقت ده سخنه جدا، اهم حاجه انك تسخني الفرن حلو قوي قوي. الفرن السخن بيساعد ان الفطير يستوي معاكي بسرعه ويفضل طري وزي الفل. لو الفرن معاكي بارده هتمص الفطير ومش هيبقى حلو خالص، هينشف معاكي يبقى محلف كده مش حلو. فسخني الفرن حلو قوي قوي وابدأي اخبزي الفطير فيه. طبعا شايفين بتتفرد بمنتهى السهوله معايا علشان مرتاحه مرتاحه كويس، مرتاحه صح. شايفين انا سمكها، لو عايز توقفي كده براحتك خالص. انا بفرد على حسب السمك اللي انا عايزاه، احنا بنحبها كده رقيقه فبفردها رقيقه جدا. طبعا انت بتحبيه سميك شويه سيبيها سميك. طبعا زي ما قلت لك الفرد سمك الفطيره يرجع لك، انا بفرد على حسب السمك اللي انا عايزاه. هنا خلاص احطهم في الفرن. شايفين انا حطيتهم في ارضيه الفرن بالشكل ده. ابتدي كده اقلبهم واسيبهم، اول ما يبتدوا يقبوا هرفعهم على طول على الشبكه. بس اول ما يبتدوا يقبوا ياخدوا لون خفيف جدا كده من تحت، والفرن هنا سخنه جدا جدا، والعب فوق وتحت. شايفين بدات تقب كده بالشكل ده، رفعتها فوق على الشبكه. تبدا تقب معايا وتبقى جميله جدا جدا متورقه صح وزي الفل معايا. شايفين هنا الفطير بسم الله ما شاء الله بدأ يقب، يعني توريقه باينه ما شاء الله عليه. مفيش احلى من كده. انا ما رضيتش افصل الكاميرا وهو بيقب معاكم بالشكل ده. زي ما قلنا اول ما يبتدي كده يقب من تحت وياخد لون خفيف جدا ارفعه كده على الشبكه واسيبه بقى يكمل سوا ياخد اللون جميل من فوق. شايفين هنا الفطير بسم الله ما شاء الله قب ازاي، يعني الطريقه تحفه بسم الله ما شاء الله. هنا بس هسيبه بس ياخد لون مش اكتر. طبعا كل شويه كده ديريه علشان ياخد لون موحد من جميع الجهات يبقى لونه كده حلو. هنا بقول لكم حطوا اللايك، الفطير يستحق مليون لايك بصراحه، يعني ربنا يكرم يا رب. شايفين هنا بسم الله ما شاء الله اخد لون جميل في منتهى الجمال. هخرجه كده باللون الجميل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله يعني تحفه. شايفين شكله بيتكلم عن نفسه بصراحه، والتسويه مظبوطه جدا جدا من تحت ومن فوق، حاجه كده عظمه. الفطير كله طالع بسم الله ما شاء الله، يعني بيتكلم عن نفسه كله. شايفين تسويه ممتازه. زي ما قلت لك اهم حاجه الفرن تكون سخنه جدا قبل ما تحطي الفطير فيها علشان ما ينشفش معاكي. شايفين طبعا اربع فطيرات احلى من بعض بسم الله ما شاء الله. بذمتكم الفطير ده ما يستحقش اللايك؟ يلا حطوا اللايك بتاعكم الجميل بسرعه. شايفين التسويه كمان مظبوطه جدا جدا. نيجي بقى نشوف التوريقه وجمال التوريقه، يعني مفيش احلى من كده الصراحه. عايزه اقول لكم مورق بشكل غير طبيعي، يعني زي الفل زي العسل. تقطع معاكم حته بسم الله كده. شايفين الفرده رقيقه جدا والتوريقه باينه الصراحه. هو في احلى من كده؟ والله ما في احلى من كده. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم واشتراككم في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. يلا دمتم سالمين ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.